حرام عليك، ما تسيبوا شعركم في حال. اللي بعت لي الفيديو ده بعتهولي ليه؟ خلاص اقطع لي الشعر ده بقى خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعين دكتور ايمن العظماء دايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني اعلق عليها في سلسله تعالى يلا نشوف الهجايس. فانا مستمر علشان انتوا مستمرين في ان انتوا تبعتوا لي ومش عايزين تسيبوني في حالي. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا نشوف الهجايس. محدش يستخدم فيوسيدين المضاد الحيوي بتاع الحبوب ده. فيوسيدين مضاد الحيوي بتاع الحبوب، ماشي. طب هو مبدئيا فيوسيدين هو مضاد حيوي بس مش بتاع الحبوب، تمام؟ يعني بتاع العدوى البكتيريه، والحبوب اللي هي حب الشباب ليست عدوى بكتيريه بالاساس، فبالتالي الفيوسيدين اصلا مش من علاجها اطلاقا. بس تعالوا نشوف هي عايزه ليه. اللي هو لونه احمر فاصفر، عارفينه؟ محدش يستخدمه وهقول لكم ليه. ستوري تايم. واعتقد الاحمر فاصفر ده مش فيوسيدين، ده فيوسيكورت، وشتان الفارق بقى، لان فيوسيدين ده مضاد حيوي بس، انما فيوسيكورت مضاد حيوي ومعاه كورتيزون موضعي، فلو استخدمناه هنزعل ونجيب ناس تزعل. انا عندي اخ انا وهو فرق بيننا سنه و9 شهور، فاحنا كنا بنعدي في كل المراحل اللي هي مع بعض، اخوات بقى وكده، اخوات صح، يعني اكيد هيبقى في حاجات مشتركه كتير. فمرحله المراهقه بتاعت الحبوب دي عارفينها، فعديناها مع بعض. يعني هي تقصد ان هما الاثنين مروا بمرحله حب الشباب، يعني الاثنين كان بيطلع لهم حبوب، وطبعا في عوامل وراثيه في حب الشباب ده، يعني لو في ناس عندها تاريخ مرضي في العيله عاده بيكون برضو عندك انت كمان ولو اختلفت النسبه. انا هو شخصيتين عكس بعض تماما، فهو لما كنا مثلا بنعدي في حاجه زي كده، فهو اول ما بيطلع له حاجه لازم يحط الكريم ده. انا ما كنتش بحب احط اي حاجه ملزقه في وشي، عشان كده انا عمري ما بحط اي حاجه في وشي. لو هو كان بيحط فيوسيدين يعني الغلط ده مش هيضر كتير، وما هو مضاد حيوي بيتحط، ولكن لو كان بيحط فيوسيكورت ده غلط جامد. والكورتيزون الموضعي له اعراض جانبيه مع الاستمرار تعمل ضمور في الجلد، يعني بتخلي طبقه الجلد رقيقه جدا، وممكن تسبب حاجه اسمها ورديه او شعيرات دمويه مرئيه، او ممكن تزود حب الشباب اكتر من الاول وهكذا. فكنت بعمل زي اي حد بيعمل، واللي كل الدكاتره بتقول ما ينفعش تعمل كده عشان ما تسيبش اثر. كنت اول ما بلاقي حاجه بروح عامله وراح مفرقعها. ليه الزعل ده بس؟ احنا كنا يعني ماشيين كويس وبنحاول نوضح امور للمشاهدين. طبعا اللي كانت بتعمله ده برضه غلط بقى، يعني زي اخوها بالظبط. ليه؟ لان هو لو بنفرقع الحبوب احنا غالبا بندخل البكتيريا اللي عايشه جوه الحبايه لطبقات اعمق من الجلد، فمع الوقت بنأدي ان الحبايه دي تكبر اكتر. لو هي كانت باستيول حبايه صغننه تكبر بقى كده وتعمل نوديول او سيست، فبالتالي بنزود احتمالات ان هي تسيب اثار طويله المدى وحفر وكده. ما احطش اي كريم ولا بتنجان، بسيب الدنيا زي ما هي كده. قطعا البتنجان مش بيعالج حب الشباب، البتنجان اخد في حته تانية، ويعني الحمد لله مفيش اي اثر. هو كان بقى عكسي تماما، موسوس، فهو اقول له ما بيطلع له اي حاجه لازم يحط لها. حتى الان مفيش دكتور ظاهر في القصه، فهم الاثنين بيعملوا الغلط وكل واحد فيهم مقتنع ان اللي هو بيعمله صح وان التاني بيعمله غلط. فهنا بقى بيجي ايه؟ ان احنا نسال اهل العلم يقولوا لي اعمل ايه. فهو دلوقتي هو وشه محفر كتير جدا، اوكي؟ انا مفيش الحمد لله. فبعدها راح يكشف، فبيقولوا له ايه بقى؟ الدكتور بيقول له ايه؟ بيقول له ده محفر كده بسبب فيوسيدين. هو طبعا اكيد الدكتور ما قالش كده باللفظ، ولكن هي فهمت كده، لان العيان بيسمع الكلام اللي هو عايز يسمعه. بيحصل حاجه اسمها كونفيرميشن بايس، يعني انا مقتنع بحاجه معينه، لو سمعت كلمه شبه اللي انا مقتنع بيه بمسك فيها وبنسى بقيه الكلام. اعتقد فهمنا كلام الدكتور غلط، والدكتور ما كانش بيقول كده على اساس ان الفيوسيكورت ده كريم وحش وممنوع نستخدمه في اي حاجه. هو كان قصده ان ده مش استخدامه كده، فاحنا استخدمناه غلط، فهو ده اللي ادى لهذه المشكله. فهو فيوسيدين اللي المفروض بيعالج الحبوب علشان ما يسيبش اثر، هو اللي بيسيب اثر. ما احنا قلنا بقى ان هو مش بيعالج الحبوب ومش من علاج الحبوب. وبعدين قلت ايه، يمكن صدفه، يمكن هو جلده مش يعني، فاللي هو عنده مشكله في جلده. اكتشفت ان ده حصل مع كذا حد برضو، يعني كذا حد برضو بيحط نفس الكريم ده. فالكريم بيسيب اثر اسوأ من اثر الحبايه نفسها. احنا وضحنا النقطه دي، ان الكريم ده مش لعلاج الحبوب، وقد يكون مش هو السبب اصلا. يعني في عوامل كتيره جدا بتساهم ان حب الشباب يسيب ندبات. يعني شده حب الشباب ده عامل اساسي. اكيد شده الحبوب اللي كانت عند اخوكي اعلى بكتير من شده الحبوب اللي كانت عندك، وغالبا هو كان بيلعب فيها برضه. ما تبرئهوش من تهمه اللعب في الحبوب، لان مفيش حد بيجي له حبوب بما فيهم الدكاتره بيلعبوا في الحبوب برضه. الناس ايديها بتاكلها، فاهم؟ في حاجه طالعه في وشي فبقعد العب فيها. احنا اي حاجه من صنع البني ادم بتدمر البني ادم.
طيب هو طبعا برضو في مغالطات منطقيه كتير قوي 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 في الفيديو ده، فانا عشان كده حبيت ان انا ارد عليه. يعني زي اخر جمله قالتها دي، اي حاجه من صنع البني ادم بتدمر البني ادم. حضرتك الهدوم اللي انت لابساها من صنع بني ادم، الموبايل اللي انت بتصوري عليه من صنع بني ادم، الاكل اللي بناكله كله من صنع بني ادم عادي جدا. كل التكنولوجيا والعربيات والحاجات اللي بنستخدمها من صنع بني ادم، ولكن كل حاجه ممكن تكون مضره وكل ممكن تكون مفيده، على اساس ايه هو استخدامها الصحيح واحنا استخدمناها ازاي. وللعلم العلاج مش خلق البني ادم، يعني البني ادم ما خلقش العلاج، العلاج ده حاجه مشتقه من الطبيعه، البني ادم اكتشفها في الطبيعه وبدا يستخدمها بالجرعه الصح وبالطريقه الصح اللي اخد منها اكبر نفع ممكن واقل ضرر ممكن، وتحت اشراف اللي فاهم الحاجه دي كويس اللي هو الدكتور. بس حبينا نوضح، مش بنهاجم اي حد، واتمنى الناس تكون استفادت من الكلام ده. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. بصي بقى يا ست البيت، بصي يا قمر، بصي يا حلوه، بصي يا عسل، بصي يا لزوزه انتي. هو انا مش ست البيت بس والله، يعني انا نفسي اتفتحت يعني اتفضلي. احنا مش حقيقيين، احنا 3/4 اديت وفوتوشوب، واللي مش اديت وفوتوشوب هيبقى يا اما هير اكستنشن، يا اما لاشز، يا اما ضوافر، يا اما عمليه تجميل، يا اما نحت، يا اما نفخ، يا اما شفط، يا اما شد. والله انا بحيي الفنانه هدي كرم على الكلام ده بامانه والله العظيم، يعني من الشجاعه الرهيبه ان هي تطلع تقول الكلام ده بمنتهى الصراحه كده. وده الكلام اللي احنا بنقوله كتير جدا جدا للمرضى بتوعنا، وبنشوف قد ايه في بنات نفسيتها متدمره وعايزه بشرتي تبقى بشره زجاجيه، وعايزه ابقى شبه الفنانه الفلانيه، وعايزه زي الصوره دي يا دكتور، ونفسيتهم متدمره وبيقارنوا نفسهم بطموحات وكرايتيريا او اهداف معينه للبشره غير منطقيه وغير واقعيه وغير موجوده اصلا، زي ما هي بتقول لكم كده، فلاتر ومكياج وايديت وعمليات وحقن وكل ده. ليه؟ لان المظهر بتاعهم ده هو اكل عيشهم، فبناء عليه لازم يطلعوا لكم باحسن شكل ممكن حتى لو مزيف. اوعي تقارني نفسك بالست اللي اكل عيشها من ورا شكلها، اوعي تقارني نفسك بالبني ادمه اللي اكل عيشها من ورا لبسها، اوعي تقارني نفسك بالحاجات دي بالستات دي. دول ناس زي الفل بس ده شغلهم، اكل عيشهم. حقيقي حقيقي اوعي تعملي كده. ابعدي عن السوشيال ميديا شويه، عشان السوشيال ميديا دي هتجننك والله. يجي لك حاجه اسمها بادي ديسمورفيك ديس اوردر، ده مرض نفسي معروف بيخلي الشخص غير راضي عن شكله اطلاقا مهما عمل من اجراءات تجميليه، وفي النهايه بتكون النتيجه تشوه. هو ده اللي بتشوفوه بقى، اللي بيحقن فيلر زياده عن اللزوم وتلاقي الخدود قد كده والشفايف قد كده. هم بيبقوا عايزين يبقى باين ان هم حقنوا وان هم عملوا، وبرضه ما بيبقوش راضيين. فارجوكوا ما نقعش في الفخ ده ونبعد عن السوشيال ميديا شويه. ولو عايزين نعتني بالبشره، ودي حاجه حلوه ومهمه وجميله، يبقى الاساسيات بتاعه العنايه اللي هي واقي الشمس والمرطب والغسول المناسبين لنوع البشره، والكلام ده كله شرحته في الدليل الكامل للعنايه بالبشره. الفيديو بتاع الفنانه هدي طويل، فانا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن اللي عايز يشوفه بقى لاخره، بس بصراحه بتقول كلام ممتاز جدا 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 وانا بدعمه. يا ريت كل الفنانين يشاركوا هذه الرساله الهادفه. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. هو اللي انا شفته ده صح؟ مكوه بتاعه الهدوء. تكنولوجيا تكنولوجيا طبعا. امال ايه تكنولوجيا والله ما اتفرد الشعر في الاخر، يعني حرقناه وما اتفردش. يا جماعه بنقول كفايه حراره على الشعر، يعني مش كل شويه نعمل استشوار ومكوه الشعر. علاج الشعر بياخد وقت طويل جدا، فنحافظ عليه بعد اذنكم، الا لو انتم ما عندكوش مشكله مع دكتور ايمن لوك، خلاص اكوي براحتك بقى. العنايه بالشعر حاجه مهمه، خلاص نستخدم بقى منتجات مناسبه، شامبو لطيف، بلسم بعد غسيل الشعر كده عشان نحافظ على الترطيب بتاع الشعرايه، نحط ليف ان ونسرح شعرنا مثلا مره او مرتين في اليوم عشان ما يحصلش تشابك. كل الكلام ده بنقوله في الدليل الكامل للعنايه بالشعر، اتفرج عليه وننفذه. اللي بعده، ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ من اكتر الاسئله اللي بتسالها ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن، او ازاي اكشف معاك يا دكتور ايمن وانت في اسكندريه وانا بره اسكندريه او بره مصر اصلا. عملت لك نظام للكشف والمتابعه اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعه 24 ساعه على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رساله على الرقم اللي هيظهر على الشاشه ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك.
تعالوا اقول لكم بقى النهارده على اول مكان للعلاج بالاوزون الطبي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره. لقد ظهر مؤخرا هذا الترند القميء والمؤسف اللي هو العلاج بالاكسجين النشط لكل الامراض اللي ربنا خلقها، وما يدخلش عليا حاله الا لما يقعد يسالني يا دكتور ايه رايك في الاكسجين النشط؟ انا شفت اللي مش عارف ايه من امثال هذه الفيديوهات. تعالوا نشوف بيقولوا ايه ونرد عليهم. الاكسجين النشط جميل، بيعمل ايه بقى؟ الاكسجين النشط ده بيعالج السكر، مضاعفات السكر، بيعالج التهابات المفاصل. تعالوا نعد الامراض يلا. السكر هو مضاعفات السكر والتهابات المفاصل، ادي 3. الحساسيه المزمنه بيعالج البهاء الMS. الحساسيه المزمنه البهاء الMS، انا صوابعي قربت تخلص كده. 6 معانا 6. الامراض المناعيه الصدفيه، كل الحاجات دي. الصدفيه والامراض المناعيه جمله، يعني مثلا ايه كده بقى مش 7، والامراض المناعيه ممكن مثلا نقول ايه زود بتاع 30 40 مرض كمان، يبقى احنا داخلين في 37 كده. حد بيعد معايا ولا ايه عشان انا علمي علوم؟ ارق النوم، القولون العصبي والتقرحي. الارق وقله النوم والقولون العصبي، انتوا جبتوهولي. القولون العصبي ده جبتوهولي والله. طب انت نسيتي بقى حاجه مهمه جدا لكل البنات، بيعمل نضاره في البشره، بيدي لمعه كده للشعر كمان. بيدي نضاره للبشره ولمعه للشعر، بيقوم بكل الادوار. تعالوا نقول ايه هو الاكسجين النشط ده. عباره عن حاجه اسمها هايبر باريك اوكسجين تشامبر. دي عباره عن جهاز بيدخل فيه المريض، بيتعرض لاكسجين بتركيز 100% تحت ضغط عالي اعلى من ضغط الجو العادي. فده بيعمل ايه؟ ده بيحس الاكسجين ان هو يدخل الخلايا اسرع. لو في نقص اكسجين في الخلايا يصلح مشاكل معينه. زي ايه؟ حاجه اسمها ديكومبريشن سيكنس، اللي هو لما مثلا حد يبقى بيغوص ويطلع فجاه فيحصل حاجه اسمها ديكومبريشن سيكنس، مرض كده بسبب اختلاف في الضغط الجوي. تاني حاجه ايه؟ بعض الاصابات الخطيره والحروق الدرجه الثانيه والثالثه اللي مغطيه مساحات كبيره من الجسم ممكن يعجل شويه من عمليه شفائها. وله بعض الاستخدامات الاخرى ممكن نبقى نذكرها في فيديو مفصل. هل في اي حاجه تثبت ان هو بيعالج الامراض المناعيه؟ لا. طب هم بيجيبوا الكلام ده منين؟ انا عارف، انا مجرب. طب ايه اللي يثبت الكلام ده يا فندم؟ يعني انا هكذب عليك؟ يعني انا هحور عشان الم فلوس من المركز بتاعي؟ اعقلوها انتوا يعني. طب يا دكتور ما هو الناس ممكن تكون جربت فعلا وبتتحسن. ما هو في حاجه يا جماعه اسمها بلاسيبو افكت، اللي هو تاثير العلاج الخادع. ان انا لما ابقى مقتنع ان العلاج ده هيساعدني نفسيا، بيساعدني ولو بنسبه بسيطه ولكنها غير مستدامه. على المدى الطويل ده بقى بيضرني، لان انا هبطل العلاج بتاعي والمرض اللي عندي يسوء اكتر واكتر واكتر. ساعتها انت بقى هتجيبها في الدكتور اللي بيكتب لك علاج دلوقتي، مش هتجيبها في جهاز الاكسجين النشط اللي انت قعدت تعملها 3 سنين وما بتاخدش اي علاج، او اعشاب الكركمين وسم النحل اللي اقنعوك ان هي تعالج لك الامراض المناعيه. فهو ده اللي بيحصل. اوعدكم ان شاء الله هنعمل فيديو عن موضوع الاكسجين النشط ده بالتفصيل، وفيديو عن البلاسيبو افكت او تاثير العلاج الخادع، عشان الناس تبقى فاهمه وواعيه ايه اللي بيحصل لها وبيتلعب بدماغكم ازاي وبيتنصب عليكم ازاي. اتمنى ان يحصل تدخل في المواضيع اللي زي كده، يبقى في رقابه على امثال هذه المراكز، لان بجد بجد بيودوا الناس في داهيه. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. Skin care is so expensive. بتقول لك العنايه بالبشره غاليه قوي، بس هي بتقولها بالانجليزي بقى، يعني it's so expensive. I bet this scene in your cupboard. ده رز صح؟ ده رز. ما تكذبيش عليا قولي لي ان ده رز. يعني حتى الاجانب يعني ماسك الرز ما عندهم زي ما احنا عندنا بالظبط. هو الدماغ واحد. هنعمل ايه بالرز يا اختي؟ Soothing, hydrating, anti-aging, the list goes on. مضاد للشيخوخه ومهدئ ومرطب. Let's make a rice mask. هنعمل ماسك رز بلبن. يلا. Some rice in a bowl and then rinse it 3 times. Put it in some boiling water. When the rice is soft, add it to your blender. وكل واحد بقى بيطلع يعمله شويه. هو عشان الكلام ده بياكل معاكو رز وبياكل معاكو، فالناس بتقعد تعيد وتزيد فيه لانه بيجيب مشاهدات. Texture. Also add a bit of yogurt and honey. حطي زبادي وعسل. So the main benefit of this mask is going to even out your skin complexion. اصلا هيوحد بقى لون البشره، خلي بالك. يعني انسي بقى علاج التصبغات. الطب ده مؤامره، احنا عاملين مؤامره عشان نبيع لكم الادويه، لان طبعا احنا فاهمين ان الدكاتره شركاء في الشركات الادويه، ولما بتروح انت تشتري علاج من الصيدليه ده بيخش في جيب انا بقى. لو انت مصدق هذا الكلام والله العظيم 3 مفيش اي حاجه انا ممكن اقولها مهما حصل يعني تغير فكرك ده. انا ادعوك ان انت تبص في المرايه كده وتراجع اللي انت بتقوله واللي انت مقتنع بيه، واسال نفسك كده. يعني مش لكل داء دواء. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كده، هسيبه لكم على الشاشه دلوقتي، وبيقول لكم ان تداووا لكل داء دواء يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. بس لا، هي مؤامره. كل حاجه بتتعالج بماسك الرز واحنا مخبيين عليكم ماسك الرز.
I used to struggle a lot with acne scars and dark spots. ده بيعالج اثار الحبوب كمان، واللي بنقعد نعمل لها جلسات بقى فراكشنال وديرما بن ونهري ونعمل حاجات في بشره العيان. لا لا لا، هو ماسك رز. قفل لي يا ابني التخصص خلاص، رز، مش محتاجين نتكلم اكتر من كده. And the brightening properties in this worked so well. I'm addicted. Like, see you in 10 minutes. Okay, now I'm gonna wash it off with lukewarm water. This is the result. طب بصوا يا جماعه، هجيب لكم بص قبل ما تعمل الماسك وبعد ما تعمل الماسك، صورتها كده وصورتها كده، هي نفس البني ادم تمام، مفيش حاجه اختلفت، وهي اصلا شكلها مش كده. يعني الشكل اللي انتم شايفينه ده بسبب ايه؟ بسبب الاضاءه الرهيبه اللي ورا الكاميرا اللي انتم مش شايفينها. لو قربنا الكاميرا هنشوف ان بشرتها بني ادم عاديه جدا جدا، فيها مسام وفيها حاجات مش بعيد يكون عندها حبوب اصلا، بس مش باينه من زاويه التصوير والاضاءه. فما تشتروش الكلام ده. ايه اللي بعده؟ تعالى يلا نشوف الهجايز. يعني من شويه كانت بتحط مكوى على الشعر، دلوقتي لا، ولعت فيه فعلا حرفيا على البوتاجاز، ولعت في الشعر خلاص. حرام ما تسيبوا شعركم في حال. خلاص يا جماعه احلقوه، والله قلنا دكتور ايمن لوك لو مضايقكوا قوي. ده ايه بقى اللي هي بتحطه ده؟ هل ده مثلا جل صبار مثلا؟ او ماسكه الشعرايه كده وشداها على الاخر يعني كده مفروده، مش هي اللي شداها يعني. الله، ناعم قوي الشعر وهو مبلول وتحت الدش. طب يعني هو لو الفيديو مثلا هدفه ان هو بدل ما تحرقوا شعركم حطوا جل صبار، ماشي، وممكن نجرب منتجات تانية برضه يعني عادي. ممكن نشوف الدليل الكامل للعنايه بالشعر ونستخدم شامبو بلسم وليف ان، وان احنا نعتني بشعرنا باستمرار. مش هي حاجه واحده هنعملها يتفرد ويفضل مفروض بقى قرن من الزمان. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. خلاص اقطع لي ام الشعر ده بقى خلاص، وبالسطور. بصوا انا قلت دكتور ايمن لوك هو اللي هيحل المشكله. الفيديو ده ردا على اي حد بيقول على الدكاتره جزارين. مفيش دكتور بيمسك سطور ويقعد يعمل شعر الناس كده. مين اللي جزارين بقى؟ الجزارين اللي بيقطعوا اللحم. يعني ده ستايل ده ولا هو بيعمل كده عشان الريتش والمشاهدات؟ اللي بعت لي الفيديو ده بعتهولي ليه؟ انا ماليش ان انا اعلق على الفيديو ده يا جماعه، انا مالي، انا راجل دكتور انا وما عنديش شعر، ماليش دعوه. ابعتوا لي واحد كوافير يخش يعلق على الجريمه اللي حدثت في حق هذا الشعر، انا ماليش دعوه. انا هقفل على كده عشان خلاص بقى، عشان اعصابي تعبت وصحتي على قدي. انت لو لسه فيك صحه بقى شوف الفيديو ده تمام، واشترك على القناه عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير. يا رب النت ما يقطعش يا رب. فرفش الرسائل مش عايز اتحمل. اسمه ايه بالعربي؟ اسمه ايه بالعربي؟ انا على اخري.